السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم معايا في قناتي ابداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يا ريت لايك للفيديو لو عجبك. تعالي بقى اما اقولك، لو عندك كرتونة زي ديت جبتي الكشاف بقى في النور اللي بيقطع دوت، وجبنا بقى كرتونة ولا بتاع ولا اي حاجة عندك فيها كراتين جميلة كده، هنستغلها استغلال جميل جدا. اول حاجه معايا هجيب معايا عايزه بقى تستعملي القلم والمسطره. هتجيبي القلم والمسطره وتاخدي سنتي ونص من فوق ومن الجناب، ويعني من الاربع جوانب تخشي سنتي ونص كده، وتعملي خط بالطول وخط بالعرض علشان نعمل مربع متساوي من جوه، ونسيب البرواز اللي من بره دوت يبقى برضو متساوي، يبقى اللي في الجنب ده قد الجنب ده وقد فوق وقد تحت زي ما انت شايفة كده. خدت سنتي ونص من كل جنب ورحت واخدة ايه خط بالطول ورحت عاملاه على طول. هبتدي بقى ان انا اجيب المقص معايا وابتدي ان انا اقص المربع بقى اللي من جوه دوت اللي احنا حددناه بالقلم والمسطرة كده. هقص الاربع جوانب واشيل المربع اللي جوه ده خالص، انا مش عايزاه، انا عايزه كده يبقى فيه برواز. هعمل برضو من يمة التانية بالظبط نفس الطريقة، وهعمل بس هنا بقى انا هعمل هستعمل ايدي على طول. لو انتي بتعرفي تظبطي الشكل بعينيكي هتروحي عامليها، ما بتعرفيش استعملي القلم والمسطرة زي ما انا ما وريتك في الجنب التاني. وبرضه هتجيبي المقص وتروحي قصه المربع اللي جوه، ونعمل ده في الاربع جوانب بتوع العلبه بتاعتنا. نعمل الجنبين بقى كده. انا عملت الاربع جوانب معايا اهوت، وهنعمل احلى حاجه ايكيا ممكن تشوفيها. هجيب معايا الحاجات اللي هستعملها. عندي داغرة اوكي، داغرة يا جماعة من بتاع الاخشاب، عشان انا بتسأل على الحاجات دي كتير. غيرة من بتاع الاعشاب، وده النوع اللي انا بستعمله نوع اسمه اوكي دوت. بيبقى تقيل كده، وبصراحة بتستعمليه وسعره ما بيبقاش غالي، وبتستعمليه بيقعد معاكي كتير. بصي هو تقيل قوي اصلا، تفضلي تحطي مية وتقلبي لحد ما يديكي القوام اللي انت شايفاه ده. قوام خفيف كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف قوي، بحيث ان انت لما تيجي تدهني وتلزقي المناديل بالطريقه ديت يشرب المنديل معايا. بصي يشرب معايا ويبقى ايه مبلول كده، ما يبقاش فيه صعوبه. لو هو تقيل هيبقى فيها صعوبه واحنا بنلزق المناديل كده. عملت اهوت بعمل معاكم. انا هوريكي دلوقتي ازاي اعمل العلبة بتاعتي ديت من جوه ومن بره من غير ما انا ماشيل من غير ما افتحه او كده. هوريكي دلوقتي. بصي سهلة جدا الطريقة. هتحطي المنديل وتبتدي ان انتي اهم حاجة تحطي غيرها الاول، وبعدين تلزقي المنديل، وبعدين تروحي لازقة لازقة بالغيرة تاني من عليه. تقومي مشربة المنديل كويس بالغيرة، يقوم العلبة معاكي تبقى ايه بعد ما تنشف بقى تبقى قوية وجامدة جدا. بعد المنديل ما ينشف هيبقى جميل جدا. كمان عندنا هنا المناديل العادية اللي هي السحب بتاعتنا دي بتبقى خفيفة بصراحة. فانا لو موجودة عندك وهتستعمليها تمام. موجود بقى عندك مناديل المطبخ ديت هتستعمليها، هتعملي منها طبقة واحدة بس. لكن مناديل العادية اللي هي السحب دي بتضطري ان انت تعملي طبقة واتنين من المناديل علشان خاطر تديكي طبقة سميكة كده وحلوة. فالمناديل بتاعة المطبخ بتبقى قوية وجامدة كده، يعني سميكة شوية، فلما بنحطها ما بنحتاجش ان احنا نعمل طبقة كمان على الحاجة اللي احنا بنستعملها، وبنعملها بالمناديل وبالغير. بصي زي ما بوريكي كده، الطريقة سهلة جدا ان شاء الله تقدري ان انت تنفذيها. والله احلى حاجة انك تعملي الحاجات اللي انت بتبقى عجباكي. ليه نروح نشتريها من بره بالغالي؟ يعني مش فاهمة، عشان بس من ايكيا وكده؟ لا طبعا احنا هنعمل كل حاجة بايدينا.
انا طبعا اشتغلت في علبة واحدة قدامكم علشان بس ما اطولش عليكم الفيديو جامد. هبتدي بقى هعمل نفس التفاصيل وهقص نفس الكرتونة واعمل برضو بالمناديل كده، بس في العلبة التانية، وهوريكم الاتنين مع بعض بعد ما ايه، بعد ما اعملهم واسيبهم ينشفوا كده. انا لزقت اهوت من تحت، واول ما تهدى شوية اروح عاملة الحتة اللي فوق وايه، واسيبها تنشف خالص، واوريكم العلبتين بعد ما ينشفوا خالص. معانا اهوت العلبتين، بصي بعد ما نشفوا خالص. بصي لو صوت الفيديو شغال كنت سمعتي صوت الخبط كأنك بتخبطي على خشب بالظبط، جميلة جدا. طب احنا بقى عندي بقى السبراي دوت، ده جميل جدا يا جماعة والله، انا بحب استعمله. هنعمل بيه مع بعض، نرش بقى ايه العلب بتاعتنا معاكم. نبتدي بقى نرج الازازة معانا، ونبتدي ان احنا نرش زي ما انت شايفة كده. ارشهم بقى الاتنين واسيبهم ينشفوا واحطهم يتهووا واوريهم لكم على طول. كده بقى العلبتين بتوعي بعد ما رشيتهم من جوه ومن بره، سهلة جدا على فكرة عشان ما حدش يستصعب حاجة. زي ما وريتك كده، بترشيها كويس وبعدين ايه، بتسيبيها تنشف وتبتدي بقى ان انت تزوقيها معاكي. عندي هنا ايه، عندي هنا شريط استرس، ده بيبقى شريط عريض كده وبنقص منه زي ما احنا عايزين. وعندي هنا انا حابه اشتغل بالشريط الستان اللي لونه البينك دوت، ده عاجبني بصراحه وعايزه اشتغل بيه. جبت بقى معايا المقص وهبتدي ان انا اقص معاكم 3 صفوف بس من الاسترس دوت معايا. انا مسرعه الفيديو شويه علشان خاطر الفيديو كان هيبقى طويل قوي عليكم بصراحه، بس هي ما خدتش مني وقت، انا ببقى مبسوطه وانا شغاله. اهم حاجه وانتي بتعملي الحاجات دي تبقي انتي مرضيه من نفسك ونفسيا انتي مبسوطه وانتي بتعملي الحاجات دي. هبتدي بقى تزوقيها بالذوق اللي يعجبك خالص، وبالامكانيات وبالخامات اللي موجوده عندك اشتغلي. عايزه تسيبيها ساده كده سيبيها، عايزه تشتغلي زي ما انا شغاله تمام. بس الاسترس ده جميل والمتر بتاعه مش غالي، ب10-15 جنيه. فجميل بصراحه، بينفعني في حاجات كتير. ابتديت كده لفيت زي ما انتوا شايفين كده حوالين العلبتين بتوعي او الديكور الايكيا بتاعي دوت، حواليه من تحت ومن فوق زي ما انت شايفه كده. اقص بقى الزياده وخلاص كده انا قفلت بالشريط الاسترس. هجيب معايا بقى الشريطة الستان دي، هعمل بيها ايه، هقص قطعة ستان كده زي ما انت شايفة 20-25 سنتي كده، وبعدين اجيب الابرة والخيط وابتدي اسرج سراجة عادية جدا واعمل وردة جميلة من الستان. طبعا عملناها مع بعض كتير قبل كده، فانا هعمل معاكم واحدة، واما اخلص ايه هعمل شوية كده حلوين عشان نقدر ان احنا نعمل بيهم وتبقى شكلها جميل كده. انا خلصت لفيت وحطيت الطرف على الطرف ورحت شادة الخيط ورحت ايه مأكدة عليها كده رايح جاي، وبعدين هقفل بقى الوردة بتاعتي واوريها لك بعد ايه. اهو شفتي بقى بعد ما خلصتها شكلها جميل ازاي، شكلها حلو قوي. جيت بقى هنا اهو، جيت عملت شوية زي ما قلتلك من الورد دوت. عندي بقى الخرز دوت، ده شكله جميل قوي شريط الخرز ده. عندك لولي مش عايزة خالص برضو، حلوة الوردة شكلها حلو من غير حاجة. بس بصي بقى لما حطيت لها كمان الخرزة دي، بصي الوردة اختلفت شكلها بقى حلو قوي. الخرزة او اللولي او اي حاجة انت هتحطيها في النص هتديلها منظر جميل جدا. هبتدي بقى انا عايزة اعمل في النص جوه كده، عايزة اعمل داير ما يدور كده بالورد بتاعي، واسيب جزء من جوه كده فاضي. هقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي. اهو ابتديت، هي خدت جوه بالظبط 5 وردات داير ما يدور حوالين بعض، شكلهم حلو قوي اهو زي ما انت شايفه كده اهو. اهم حاجه الحته اللي في النص دي زي ما انت شايفه كده تبقى فاضيه. جبت هنا بقى ايه، عايزه فيه 4 وردات كده، قلت احطهم حوالين بعض
احطهم في كل زاوية لوحدها. بصراحة عجبتني لما حطيتهم في النص مع بعض كده، شكلهم حلو قوي كده. انا خلصت ديت اول واحدة اهيت بالورد الستان بتاعي، وهعمل برضو التانية نفس الفكرة بالظبط بتاعت التانية. يا رب بجد يعجبكم الفيديو بجد دوت جميل قوي قوي قوي، ومش مكلف كمان، وهيعجبك قوي في الاخر. بديكورات بسيطة وجميلة نقدر ان احنا نعملها، ومش شرط تبقى مكلفة ولا غالية ولا الحاجات دي خالص. اهو ثبت كويس بمسدس الشمع، والدنيا معاكي هتبقى جميلة قوي كده. بقى بعد ما خلصتهم اهوت معاكو وخلصت خالص اهوت، بصي شكلهم جميل ازاي. اقولك بقى، انا عندي هنا شمع الكتروني، رحت مشغله بقى، بصي وحطيته في النص، شكله عامل ازاي، شكلهم تحفه. الشمع ده مش غالي يا جماعه، يعني انا كنت شاريه الستة ب20 جنيه، يعني تخيلي بقى اصلا بكام من مصر، من قلب من يعني من قلب من وسط البلد بالظبط. كنت شارية الستة ب20 جنيه، يعني جميلة جدا. ولو جبتيها من اي حتة ب5 جنيه الشمعة جميلة قوي. شكلهم حلو وهم كده محطوطين جنب بعض، عاملين ديكور ميكس كده مع بعض، واحدة كبيرة شوية وواحدة صغيرة يعني. لا شكلهم جميل بصراحة، والله الكاميرا كمان ظلمهم جدا، يعني يا ريت الكاميرا كانت جايباهم على حقيقتهم كده كمان. بصي شكلهم جميل قوي وجامدين، عاملين زي الخشب بالظبط. ما تنسيش بقى تعملي لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة. بصي بقى من قريب كده شكلهم جميل ازاي، وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تعملي لي لايك للفيديو، ومتنسيش تقولي لي الفكرة بتاعتي ديت فعلا مفيدة وحلوة ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.